اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج كول تو كلوز. كان في سؤال كتير جدا بيطرح، هو السوق العقاري رايح على فين؟ السؤال ده هيهم ناس كتير جدا، اللي عايز يفتح شركه او سيلز في شركه، او تيم كامل، اداره مبيعات كامله، او سواء كنت عميل. طب اشتري ده، لا ما اشتريش ده، اخد القرار ده، اخد القرار ده. فالحاجات دي كلها بتبقى مهمه جدا جدا. احنا ان شاء الله في برنامج كول تو كلوز هنقدر نساعدك باذن الله تختار القرار الصح. لو كنت عميل طيب وعايز اشتري، افكر ازاي؟ لازم اول حاجه بنسال عليها اللوكيشن بتاع المشروع. ده مهم جدا جدا، المشروع فين، وبعد كده مين المطور بتاعه. ناس كتير تقول لك المطور الاول، اللوكيشن الاول. لا، بس ممكن المطور يكون بيعمل مشروع بس في حته انا مش مناسباني، فيبقى لوكيشن مشروع الاول، وبعد كده اشوف المطور عامل ايه قبل كده، سابقه اعماله ايه، المحفظه الماليه بتاعته ايه، عنده اراضي ثانيه، الكونستراكشن بتاعه مواكب للجدول الزمني اللي هو حاطه اوريدي مع الجهاز بتاع المنطقه اللي بيشتري فيها، القيمه مقابل السعر. عملاء كتير بتشتري للاسف على السعر، هو السعر جزء واحد من القرار، اول عامل هو السعر، لكن في عوامل تانية بتتحكم. مين المطور، مين اللي بينفذ المشروع، الشركه المقاوله بتاعت المشروع، مين الاستشاري اللي بين المشروع، ماستر بلان شكلها عامله ازاي، هل الناس دي فعلا بتنفذ نفس الماستر بلان اللي هم راسمينها. ده مهم جدا جدا. البيمنت بلان طبعا، الخطط السداد اللي بتتحدد، الاوفر اللي بقدر اخده منهم، ده بيحدد جدا في قرار الشركه، مش مجرد السعر.